اللعب تصل عند سوبيس. سوبيس يحاول يتقدم، اللي ايضا في المباراة الماضية امام نادي النصر رقص سوبيس وغنى بيانو يتقدم بأولى الأهداف اللاعب البرازيلي بيانو. بدأت الآلة الموسيقية تصدر ألحانها، ما أجملها من ألحان صداها يهز الشبكة، لأن ملحنها باختصار برازيلي. اللاعب البرازيلي بيانو تقدم. شوف الكرة اللي لعبت من جانب اللاعب صالح عبيد، لعبها إلى بيانو خطأ من حارس المرمى، خروج من حارس المرمى غير موفق للاعب إبراهيم دياكيه يحاول يتقدم، يلعبها إلى اللاعب، هو من يسجل بيانو، وهو من يصنع صالح عبيد يصنع الهدف الثاني. بدأت الآلة الموسيقية تصدر ألحانها في الشوط الثاني، ما أجملها من ألحان صداها دائما ما يهز الشبكة، لأن ملحنها باختصار برازيلي بيانو. شوف الكرة اللي لعبت من جانب اللاعب إبراهيم دياكيه، لعبها إلى صالح عدلها بشكل جميل، وضعها بشكل جميل، صلحها بشكل جميل، وجهها بمكان جميل اللاعب البرازيلي بيانو ليعلن عن هدف التقدم لدى العنكبوت الجزراوي 2-1 أحمد لدى نادي الجزيرة. بداية من هنا أيضا كرة اللعب تصل عند بيانو يحاول يتقدم، يلعبها إلى سوبيس ينهي المباراة. سوبيس يسجل الهدف الثالث. يا الله يا نادي الجزيرة في هذه المباراة، يا الله يا الجزيرة في هذه المباراة، أبدع سجل 3 أهداف عن طريق اللاعب البرازيلي بيانو هدفين، والسوبيس اللي يكشف قناع الإبداع ليظهر حقيقة سوبيس، ليرسم لوحة فنية رائعة. سوبيس الحاضر الغائب في مباراة سابقة، لكن في هذه المباراة هو الحاضر. يا الله يا رافائيل سوبيس. شوف الكرة اللي لعبت من بيانو، لعبها إلى سوبيس ركنها بشكل جميل على يسار حارس المرمى، بذكريات هدفه مع منتخب البرازيل في مرمى المنتخب الكاميروني في